نقلل المنهج شويه. حلوه دي. لا لسه ضايع. النهارده بقى الضيفه اللي معانا اسمها ملك. ملك بتحب الفاشن قوي، ويعني هي اليجنت قوي في نفسها وعارفه هي بتعمل ايه كويس قوي. بتحب اصحابها جدا وغيورة عليهم جدا. انا مبسوطه ان انا هتعرف على ملك النهارده ومتحمسه قوي. ملوكه، حاسه بايه؟ ما اعرفش بس انا متوتره. متوتره من ايه؟ ما اعرفش ايه اكتر حاجه موتراكي دلوقتي؟ المكان، انا مش عارفه انا فين اصلا، مكان جديد خالص. طب قولي لي، انت عارفه انت جايه ليه النهارده؟ لا ماما ما قالتلكيش اي حاجه ولا حتى اسم البودكاست؟ لا انا عارفه اسم البودكاست، اسمه ايه؟ ريال كبر. طب معناها ايه؟ انه الاطفال كبرت. اوكي، حاسه انك كبرتي؟ ازاي بقى؟ ازاي قلتي ان انت كبرتي؟ في السن وطول. طب والمخ؟ لا لسه ضايع. ماشي اوكي. قولي لي، متخيله كده البودكاست ده هنتكلم فيه عن ايه؟ مش عارفه. يعني حاولي كده تروحي لخيالك وخلينا نتفق. احنا النهارده مش هنقول مش عارفين، ماشي هنفكر كأننا قاعدين في امتحان وما ينفعش نسيب سؤال. اوكي؟ ماشي. فحاولي كده تعصري دماغك وتقولي لي. لا مش عارفه برضه. ماشي اوكي. انت عندك اخوات؟ مين بقى اسمه ايه؟ ليلى. ليلى اصغر ولا اكبر؟ اصغر. اصغر. تحسي ايه ناحيه ليلى؟ حاجتين، امم ساعات بحس ان هي اختي وانا الكبيره والمفروض بقى اللي هو اخلي بالي منها. ساعات بحس ان هي بتقعد ترخم عليا وخلاص. اوكي، ليه بتحسي انها بتقعد ترخم عليكي وخلاص؟ يعني مثلا انا ببقى قاعده في حته، هي تيجي تلزق فيا، انا عارفه ان ده حب بس مش ببقى عارفه اخد نفسي. هي بتبقى قاعده لازقه فيا، انا مش ببقى قاعده، يعني مش ببقى قاعده براحتي. ازاي بتبقي حاسه انك عايزه تبقي قاعده براحتك؟ اللي هو مثلا يبقى في سبيس بيني انا وهي، يعني ما بتسيبش سبيس خالص. اوكي، فبتقعد لازقه فيكي كده؟ أيوة. اوكي. الفكره ان احنا عندنا في الكنبه حته كمان كده زي دي، فانا ببقى قاعده فيها جنبها وليلى جايه لازقه فيا، فانا بين الاتنين عامله كده، مم. مش ببقى عارفه اقعد. طب مش بتقولي لها ليه مثلا يا بقول لها- ليلى وصلي ولا ما شويه؟ بترضاش. ما بترضاش خالص؟ ده حب قاتل ده. طيب قولي لي، بتحبي ماما اكتر ولا بابا اكتر؟ بصراحه مم. ماما، ليه؟ عشان بابي ساعات بيقعد يزعق، يعني مثلا بالليل عارفه ان احنا لازم ننام، بس مثلا لازم تناموا دلوقتي، مفيش مثلا حته كده بالليل. مامي مثلا بتخلينا بالليل نقعد سيكه على الموبايل او شويه كده على الموبايل وبعدين نضيع او ننام يعني. اه، ده فرنش؟ اوكي. ماشي، ربنا يستر على الفرنش ده. اوكي طيب، ايه اكتر حاجه بتضايقك من ماما؟ لما بتزعق، او هي ما بتزعقش كتير بس لما ده بيبقى فيه شغل كتير قوي تبقى متعصبه، فانا مثلا اجي اسالها سؤال ما تردش عليا، ولما اسالها كتير تروح مزعقه. طب انتي تفتكري هي ليه لما بتساليها تاني بتزعق؟ عشان تبقى مركزه في الشغل وانا بعصب. طيب ما احنا عارفين اهو. طيب قولي لي، ايه اكتر حاجه بتحبيها قوي في مامتك؟ ان هي يعني مش بتفرق ما بين انا وليلى، واي حاجه بطلبها لو هي ينفع تتعمل بعملها بتتعمل. يعني ترند مثلا ولسه وي دونت جادج عملناها مع بعض، وفي حاجات تانية مثلا اقول لها عليها تقولي ماشي بس نعملها في وقت تاني، في حاجات اقول لها عليها تقولي لا دي خطر فما نعملهاش كده. كله بيدور حوالين التيك توك. انت بتحبي التيك توك قوي؟ ليه بتحبي التيك توك؟ في حاجات حلوه وفي حاجات وحشه، بس انا بركز في الحاجات الحلوه بس. ايه بقى؟ يعني مثلا صحابي عاملين بيج بشوفها مثلا، اي حاجه كده. لو في مثلا حاجه انا عايزه اعرف تتعمل ازاي بعمل سيرش على التيك توك واشوف بتتعمل ازاي. لو في مثلا قصه انا عايزه اعرف ايه هي اصلا بعمل برضو سيرش على التيك توك كده يعني. انا سمعت ان انت عندك مشروع حاجه شبه كده. بتعملي ايه بقى؟ عرفيني اكتر كده. هو كان على الانستجرام، كان بيج اكسسوارز، انا بعمل اكسسوارز وكنت ببيعها. بس خلاص وقفتي ولا ايه؟ هي لسه معايا وكل حاجه بس معرفش يعني لسه. يعني في الساحل الاول اصلا الموضوع كله بدأ ان انا كنت في الساحل،
كنت بعمل اكسسوارز وبعدين بعتها. مم. فبدات انه كده، وبعدين قلت لمامي، ومامي كانت وراحت عملت لي بيج اكسسوارز وبس. طيب بس ما كنتش نزلت كتير يعني. اوكي، انت موقفه يعني دلوقتي عشان دراسه وكده. مم. حسيتي بايه اول مره بعتي فيها وجالك فلوس؟ لا، هو انا اصلا ان حد يديني فلوس ان انا اصلا ابيع حاجه، لا انا كنت اللي هو وانا بعمل حاجه اكيد كنت بقول اكيد الحاجه دي وحشه، ما حدش هياخدها اصلا، ولو ما حدش اخدها انا اخدها عادي. وبقعد بقى لا مش حلوه مش حلوه، واجيب مثلا اشكال من على بينترست وما اعرفش اعملها كويس واقول لا دي وحشه خالص، بس ابيعها في الاخر. فلما بعت، والفكره ان اول حاجه اتباعت كانت اكتر حاجه انا شايفاها وحشه. يعني اكتر حاجه انا كنت اللي هو لا دي اكيد مش هتتباع، بس انا هحطها، ولو اتباعت ما اتباعتش خلاص انا هاخدها. طيب هي بقى لما اتباعت حسيتي بايه؟ لا انا انبسطت قوي، اللي هو ازاي اتباعت اصلا، اللي هو كده. عملتي ايه باول فلوس كسبتيهم؟ انا بحوش، كنت محوشاهم الاول، بعدين بعد ما حوشتهم كنت بقى مثلا لو عايزه اروح اجيب لبس اروح اجيب. اصلا وقتها كنت في حته كده فيها محلات كتير، فساعات كانت ليلى مش بيبقى معاها فلوس، وانا الوحيده اللي بيبقى معايا فلوس عشان انا اللي ببيع، فساعات بروح اجيب لها شويه حاجات كده بس. ماشي اوكي. بصي بقى دلوقتي هنلعب لعبه تانية. اوكي مستعده؟ يلا بينا. بصي بقى، اللعبه دي عباره عن بوكس، ماشي؟ البوكس ده فيه شويه اسئله، انت هتطلعي السؤال. بتعرفي تقري عربي؟ بس اوكي، تقريه وتقولي لي بقى الاجابه. يلا بينا. ايه اكتر حاجه ايه اخر كلمه خالص. ايه اكتر حاجه بتضايقك؟ انه مثلا لو قاعده في حته او بلعب مع صحابي مثلا، وحد يجي يقول لي مالك روحي اعملي الحاجه دي، او لما مثلا ببقى قاعده برضه في حته ولا تيجي تزن فاللي هو ليه ده بيضايقك؟ عشان اللي هو انا ببقى مثلا قاعده بلعب مع صحابي، مثلا بلعب لوحدي ماشي، فهي تقعد تزن عليا فاللي هو خلاص ابعدي دلوقتي، هخلص واشوف انت عايزه ايه. ماشي، سؤال كمان. ايه الحاجه اللي نفسك هاتي اقرا. واخر كلمه. ايه الحاجه اللي نفسك العالم يعرفها عنك؟ لا هو كلها يعني موجودين، حاجات كتير قوي موجوده. انا اختار حاجه واحده. ان انا عندي اخت مثلا، اي حاجه مش عارفه. طيب ماشي، واختاري حاجه كمان. هاتي. بتحبي نفسك؟ بتحبي نفسك كام في المية؟ 98% مثلا. ليه؟ عشان في ساعات بحس انه كده، انه مثلا بسبب صحابي، بس هما ما بيعملوش حاجه، انا اللي وساعات انا ما فهمتش يعني ساعات مثلا صحابي انا ببقى قاعده مع واحده صاحبتي، بعدين هي تروح مثلا تلعب، انا ببقى قاعده مثلا في البريك، واحده صاحبتي تكون بتلعب، فاللي معايا اللي تقعد معايا مثلا بيبقوا ناس كتير، بس هي واحده مثلا راحت تلعب مع اللي هي، بحس ان هو لما بروح البيت بقى هي ليه ما كانتش قاعده معايا، وانا ضايقتها ولا انا وحشه، بقعد بقى اجيب حاجات غريبه عليها، وانا ببقى عارفه ان هي مش صح، وببقى عارفه ان هي غريبه بس مش غريبه. يلا سؤال كمان. تفتكري ليه الناس بيحبوا يساعدوا بعض؟ عشان بنبقى اللي هو زي اللي هو بنساعد بعض، عشان اللي هو مش عارفه اشرحها. حاولي انت هتعرفي. عشان نبقى ناس كويسه. اوكي، يعني انت ليه بتساعدي الناس؟ عشان اخد حسنات وعشان ابقى كويسه. اوكي، بنت كويسه يعني ايه بنت كويسه؟ يعني اللي هو الناس بتحبها عشان مثلا انا اديت حد فلوس عشان هو كان عايز فلوس، فالناس تحبني ان انا اديت الحد ده فلوس، ولما أوكي. هما يجي يسالوني اديهم هما كمان فلوس. اوكي ماشي، فهمتي قصدي؟ فهمت. هات السؤال كمان. لو كنتي رئيس للعالم، ايه اول قرار هتاخديه؟ انه نقلل المنهج شويه.
حلوة دي قوي. ماشي، هاتي سؤال كمان. ايه اكتر حاجة بتحبيها في نفسك؟ الستايل بتاع اللبس بتاعي اوكي. او الستايل بتاع النظام بتاعي وكده. ايه ستايل النظام بتاعك؟ يعني مثلا لو انا هحط كفر جديد للموبايل لازم اغير رنة الموبايل، مم. والسكرين بروتكتور، لا السكرين بروتكتور لا الوول بيبر، مهم. ولازم اغير كده في بتاع بحطها في الموبايل لازم اغيرها. مش بحب انها ما تبقاش موجوده، لان دي مثلا لو عامله زي الغويشه كده، مش عارفه انت عارفة. ايوه فاهمة. دي بقى بحبها قوي، لان مثلا لو انا ماسكه موبايل انا سبته، ببقى حاطه البتاعه دي في ايدي فهو ما بيقعش على الارض، مم. بيبقى متعلق مم. كده. ومثلا ببقى ماسكاه كده وانا قاعده على الكنبه مثلا فبيقع، فانا بلحقه من البتاعه دي. مم. وكذا مره كان هيقع الدرج البتاع اللي احنا نفتحه منه، عندنا فراشه كده ف... فالبتاع بتاع الموبايل دي بتشبك فيه فما بيقعش، مم. فانا بحبها قوي عشان كده. انت بتحبي التفاصيل؟ مثلا كذا حاجه، يعني مثلا مش عارفه، يعني مثلا لازم المرايه بتاعتي لو حد حط فيها حاجه اشيلها، اوكي. لو حطها تاني اقول مثلا شيلوها، يا اما انظم الرف كله تاني. اوكي. طيب بما انك بقى جبتي سيرة التليفون كتير والموبايل كتير، واضح ان هو حاجة اساسية وتيك توك وكده وحركات، تعملي ايه لو الحياة بقتش فيها موبايل؟ بصي هو عموما الوقت اصلا واحنا بالموبايل بيعدي كتير قوي، عشان احنا بنبقى قاعدين مثلا سايب نسكرول على التيك توك، احنا ما بناخدش بالنا من الوقت، بيبقى عدى ساعة عادي. فلو احنا مثلا عدينا من غير موبايل ممكن بيبقى في اليوم كذا حاجة. ممكن دلوقتي لو مثلا النهارده انا قعدت على التيك توك شوية بعدين ذاكرت وبعدين نمت، خلاص اليوم كده خلص. لكن لو انا من غير موبايل ممكن اكون ذاكرت بعدين قعدت العب شويه مع ليلى، بعدين قعدت شويه مثلا لوحدي كده اكتب حاجه مثلا او اي حاجه، بعدين اعمل حاجات تانية كتير، هيكون اليوم كفى اكتر لانه هيبقى، وهعمل اكتيفيتيز تانية كتير برضه. لا بحب اعمل اكتيفيتيز برضه. تفتكري طيب الحياة هتبقى بالنسبة لك احلى ولا اوحش يعني؟ بص أنا ما اعرفش، بس اي ثينك ممكن تبقى نص نص، لانه مثلا في اوقات ببقى قاعده زهقانه فبمسك الموبايل، لكن في اوقات ببقى عندي حاجات كتير ومثلا ببقى ماسكه موبايل وعايزه اسيبه بس انا مش قادره اسيبه. مثلا النهارده مامي بتقولي مثلا خلصي شويه ديفورات عشان نروح يعني تلحقي وننزل وكده، انا كنت ماسكه موبايل فلو انا مش عايزه اقوم بس في نفس الوقت انا عايزه اقوم عشان نلحق اليوم. بس I think it will be nice اوكي. عشان نلحق نعمل حاجات اكتر. ليكي بقى من دول سؤالين تسأليهم لي، يلا بسرعة. يعني في بقى حاجة تانية تاني، لو عندي مصباح سحري حقق لي أمنية هتكون ايه؟ هتكون ان انا انه يحقق لي كل احلامي. سؤال كمان. احب اكون ايه لما اكبر؟ وليه؟ انا احب اكون ايه لما اكبر؟ قاعده متستته في البيت. وليه؟ عشان خلاص مش عايزه اشتغل تاني. ماشي، مستعده نلعب اللعبه الجايه؟ ماشي يلا بينا. دلوقتي هسألك سؤال بكلمة، ماشي هتردي بسرعة بس بالمعنى بتاعك، ما تقوليليش ايه ردود جوجل. ماشي؟ هسألك ماشي. سؤال تعبري فيه عن نفسك، خلاص؟ ماشي دلوقتي هسألك سؤال بسرعه يعني. اه دلوقتي هسألك سؤال بسرعة وتردي بسرعة، ماشي. اوكي؟ يعني ايه سعادة؟ يعني فرحه او نبقى قاعدين مبسوطين وكده. اوكي، يعني ايه؟ بنضحك يعني مبسوطين. لما حد بيبقى مبسوط بيعمل ايه؟ لا فرحان ونط. اوكي. يعني ايه حب؟ يعني بنحب حد ونحس ان احنا عايزين نقعد معاه وكده. اوكي، حلوة قوي. يعني ايه حنان؟ نبقى حنينين على حد وكل مثلا ما يبقى متضايق نروح نطبطب عليه. ماشي. يعني ايه امان؟ يعني نبقى قاعدين في حته احنا واثقين ان احنا مش هيحصل لنا حاجه. يعني ايه شجاعة؟ يعني احنا لو حد جه علينا مش هيقدر، احنا اللي هنبقى جايين عليه. ماشي. يعني ايه صداقة؟ يعني نبقى اصحاب كويسه او متصاحبين يعني صحاب. ايوه. يعني ايه امتى بقول على الحد ده صاحبي؟ لما يبقى كويس ما يعني ما يعملش معايا حاجات وحشه. ماشي. يعني ايه احترام؟ ان نحترم حد
لما حد مثلا يبقى كبير واحنا مثلا قاعدين في المترو وهو يجي فاحنا نقوم عشان هو يقعد كده. حلوة قوي. عايز اسالك سؤال، هو ممكن الاحترام يبقى ما بين اتنين في نفس السن، اتنين صغيرين مثلا، ازاي بقى؟ يعني مثلا سي واحد تعبان شوية واحنا كويسين بس قدي عادي، فهو جه مثلا وعايز يقعد فانا اقوم عشان هو يقعد، او حتى لو هو كويس عادي. اوكي. يعني ايه صبر؟ اصبر على الناس، مش هفضل ازلم. ماشي. يعني ايه شكر؟ يعني حد مثلا اداني حاجة فانا بشكره، او عمل لي حاجة فانا بشكره. ماشي. يعني ايه نجاح؟ ان انا قدرت اعمل كذا. امتى اكتر مرة حسيتي انك شجاعة فيها؟ لما رحنا السيرك كنت ماسكة القرد فهو نط على دماغي وكنت انا بضحك بس خايفة، بس حسيت انه انا كنت خايفة اصلا انه يطلع على راسي، فحسيت ان انا شجاعة شوية انه طلع على راسي. انا اصلا خوافة، يعني ايه خوف؟ يعني اي حاجة تقرب مننا نخاف، او مش اي حاجة، في حاجات كتير قوي بنخاف عندها. طب تفتكري الخوف ده بيجي منين يعني؟ مثلا لو في يعني مثلا خض او كده. طب تفتكري، هسألك سؤال تاني، الخوف ده بيجي من جوه هنا ولا بيجي من هنا؟ الاتنين تقريبا. ازاي بقى؟ احكي لي كده، فكري. يعني وانت حاولي تفتكري موقف كده كنت خايفة فيه، تفتكري اول لقطة في الخوف دي تيجي من هنا ولا تيجي من هنا؟ هنا. اوكي. عشان لما بنتخض احنا اتخض بنعمل كده فجأة وقلبنا بيقعد يدق جامد. ماشي اوكي. طيب لو انت خايفة بتبقي محتاجة من الناس تعمل لك ايه؟ انه يجوا اللي هو مفيش حاجة تخوف، حتى لو انا عارفة ان هما مثلا او هتضايق. انا بحب كده انه مثلا انا قاعدة خايفة او كده، حد يجي يقول لي مثلا مالك تعالي الحاجة دي مش بتخوف، واروح وطبط واعملها. ان انا كان عندنا كلب كنت بترعب منه، حد مسك راسه ورحت طبطب عليه، لانه اللي هو انا مش هفضل خايفه منه يعني. ومثلا سي انه كنت بفتح الباب لقيت مثلا سبايدر عليه، اكيد مش هفضل واقفه، انا جريت. بس يعني لما بشوف سبايدر خلاص يعني مبقتش اخاف، لانه بشوف سبايدر كتير بس اللي هو مش كبار صغيرين. اوكي. لو عايزة اسألك سؤال، انت لما بتكوني متضايقة قوي 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 قوي، ايه اكتر حاجة بتحتاجيها علشان ما تبقيش متضايقة تاني؟ لا بصراحه انا بقعد ساكته وما بتكلمش حد يجي يقول لي مالك انت زعلان ايه، اقول له مفيش مش زعلانه. دي طريقتي، نفسي اغيرها بس مش عارفه. ليه نفسك تغيري؟ اللي هو حاجة بتضايق، انه مثلا حد متضايق وقاعد زعلان مع نفسه وحد يجي يقولك مالك مفيش مش زعلان، مالك مفيش مش زعلان مفيش حاجة. وفكرة ان لما انا بعملها مع صحابي، يعني صحابي مثلا يبقوا متضايقين واروح اسألهم يقولوا لي مفيش حاجة، انا ذات نفسي بتعصب، فما بحبش اعمل كده من الناس، فبحاول اغيرها بس مش عارفة. ازاي بتحاولي تغيريها؟ عملتي ايه عشان تحاولي تغيريها؟ يعني مثلا سي صاحبتي ضايقتني وهي بتيجي تسالني مالك، فبقول لها مفيش. نفسي اني اروح اقول لها انا زعلانه منك من كذا كذا كذا، عملتي لي انت ضايقتيني في كذا كذا كذا. ايه اللي بيخليكي ما تعمليش بقى كده؟ ايه اللي بيخليكي ما تروحيش تقولي لحد؟ ما اعرفش، بحس ان انا لما ببقى واقفه قدامه بتوتر وبنسى الموضوع، مش ببقى عارفه اتكلم اصلا. فاللي هو مش عارفه، وحاسه ان انا بردانه كده. بتبقي متوقعة مثلا ان هو يعمل حاجة، يعني هيقول لك حاجة او كده؟ اتوقع اللي هو ماشي ويمشي، اللي هو مش هيهتم قوي. فانتي شايفة مثلا انه لما حد يبقى متضايق ويروح يقول لحد تاني ان هو متضايق منه، المفروض الحد اللي يسمعه يعمل ايه؟ او المفروض اللي هو يقول له خلاص مش هعملها تاني، او هو نفسه ما يعملهاش تاني. اوكي. قولي لي، هو المفروض لما نبقى في حاجة مضايقانا في نفسنا نحاول نغيرها ولا نسيبها زي ما هي؟ يا اما نحاول نغيرها يا اما نقول لحد. نقول لحد ايه؟ يعني لا مثلاً- اقصد هنا، معلش سوري خليني اوضح. اقصد لو في حاجة في البرسوناليتي بتاعتك مش عاجباكي، زي مثلا ان انت بتقولي انه لما حد بيضايقني بقول ما فيش مثلا، تفتكري لو كل واحد فينا عنده حاجة بتضايقه في نفسه المفروض يغيرها ولا يسيبها زي ما هي كده؟ لا يغيرها. ليه؟ عشان خاطر يعني ممكن اصلا يبقى حاجه هو بيحبهاش لما حد يعملها معاه، وهو بيعملها مع الناس اصلا وهو مش واخد باله.
فهو يغيرها عشان خاطر الناس ما تبقاش حاسه باللي هو حاسس بيه لما حد بيعملها معاه. فاهمه قصدي؟ ايوه فاهمه. انا مبسوطه قوي 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 يا ملك النهارده، وعرفتيني على حاجات كده، كام حاجه اتعلمت منهم حاجات عن نفسي، او ازاي ان انا اتصرف انا ككبيره. فشكرا جدا، انبسطتي معايا النهارده بجد. ايوه.